السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين كده وبخير وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة للبفتيك كده سهلة وسريعة. ان شاء الله يكون معاكي طري كده وجوسي وطعمه تحفة من غير ما ينشف معاكي، ومش مش هنقليه النهاردة هنعمله كده على الجريل على النار على العين من فوق بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وتتبيلة سهلة وبسيطة برضو، تتبيلة بسيطة جدا. التتبيلة اللي معانا النهاردة هنكون معانا كوب من مية البصل، ومعلقتين عصير ليمون، ومعلقة من العسل الاسود، والتوابل عندي توم وبصل بودر ورشة شطة كده بسيطة وفلفل اسود وملح. انا ما بحبش ازود في التوابل اللحوم يعني بالاخص، كل ما بتبقى التوابل بسيطة كل ما بتحس بطعم اللحمة في بقك وبتحس بحلاوتها يعني. نبدأ بقى نسمي الله ونبدأ نتبل اللحمة مع بعض. دي لحمة شرايح اهي زي ما انتم شايفين، طبعا دي بتبقى مخصصة للبفتيك وعمل الستيك. نبدأ نسمي الله ونضيف التتبيلة على بعضيها، نضيف معلقتين الليمون، مية البصل، بسم الله، التوابل، معلقتين العسل الاسود، معلش هو العسل واخد وقت بس لان انا بصور بايد وبشتغل بايد، انا اسفه. هنبدأ طبعا ندوب التوابل دي كلها مع بعضيها. انا ما ضفتش زيت ولا ضفت اي مادة دهنية زي ما انتم شايفين. ندوب التوابل كويس مع بعض. طبعا التتبيلة دي يفضل ان احنا نسيب اللحمة فيها من 2 ل 4 ساعات، او ممكن لو هتجهزها بالليل يعني وتاني يوم تسويها يكون احسن. هنبدأ بسم الله كده ننزل بشرايح اللحمة واحدة واحدة. انا اللحمة دي طبعا جايباها وغسلاها ومنضفاها جدا، وبصفيها كده على مصفى بحيث ان هي تنزل كل المية اللي فيها. اهو خلصنا كمية اللحمة اللي معانا اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده. هنسخن الزبدة والزيت مع بعض. لازم نسخن الطاسة جامد عشان ندي صدمة للحمة عشان ما تنزلش السوائل اللي فيها، تفضل طبعا طرية معانا وطعمها حلو يعني. كده الطاسة على النار بتسخن. دلوقتي هننزل اهو زي ما انتم شايفين بشرايح اللحمة. لازم طبعا تدي كل حته. دلوقتي اهو هنخليها تحمر على الوجهين زي ما انتم شايفين، تاخد لون كده التحمير. بس هنديها صدمه الشرايح اللحمه بتاعتنا كلها ونرجع نشوف ان شاء الله هنعمل الصوص ازاي مع بعض. شكل الشرايح اللحمه بعد ما حمرناها مع بعض في الطاسه زي ما شفنا. دلوقتي بقى نبتدي نعمل الصوص اللي احنا قلنا عليه ده. طبعا مكان تحمير اللحمه كده هننزل بالبصل اللي احنا عصرينه ده اللي خدنا ميته للتتبيله، هنشوحه كده تشويحه على النار يدبل. ده البصل اهو دبل معانا زي ما انتم شايفين ولونه كرمل كده من الصوص طبعا اللي نازل من شرايح اللحمه. هنضيف على البصل ده 3 معالق من الدقيق.
نقلبهم تقليبه كده سريعه، نشوحهم مع بعض. طبعا تهدي النار بقى خالص. هننزل بقى بباقي التتبيله اللي احنا تبلنا فيها اللحمه على البصل والدقيق. بسم الله. هتلاقي بقى ان الصوص بيتقل معاكي كده وياخد قوام كده زي قوام البشاميل. لو احتاجتي طبعا ميه لقيتيه تقيل زياده عن اللازم تزودي ميه عادي، مش هيجرى حاجه. بسم الله. اهو الصوص تقيل معانا زي ما احنا شايفين اهو يا حبايبي كده بالطريقه دي. قلبنا فيه لما خد غلوه بسيطه كده على النار وبدا يتقل معانا. هنبدا بقى نسمي الله كده وننزل شرايح اللحمه واحده واحده فيه. بسم الله. هي غلوه واحده برضو اللحمه فيه على النار وهتلاقيها استوت وبقت طريه معاكي وزي الفل، بس على نار هاديه طبعا. بسم الله. طبعا اي بواقي تتبيله معاكي من نازله من اللحمه دي هتضيفيها برضو على الصوص، مش هيجرى عليها اي حاجه يعني. بس وهنغطي عليها وهنسيبها 10 دقايق، من 5 دقايق ل10 دقايق، ونشوف النتيجه ان شاء الله مع بعض. وده البفتيك بتاعنا يا حبايبي بعد ما سويناه في الصوص زي ما شفنا كده مع بعض. وده طبعا الصوص اللي احنا عملناه بعد ما سوينا اللحمه على النار مع بعض في الطاسه. طبعا انا بحب اقدمه كده جنب مكرونه متحمره لاولادي، ممكن لو حابه برضو جنب مكرونه بصلصه او طحينه وتاكليه يعني بعيش. ان شاء الله تكون الطريقه عجبتكم باذن الله، وما تنسوناش بقى في الاشتراك في القناه والاعجاب. والسلام عليكم ورحمه الله.